I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك المحبوب أيمن حفني. اسمه بالكامل علي حفني عبد الله حسانين. ولد 31/12/1985. عمره حاليا 39 عاما. ولد في البدرشين الجيزة مصر. بدأ مسيرته سنة 2008-2009 في البدرشين، ثم انتقل 2009 إلى 2011 للعب لنادي المقصة. لعب لديهم 13 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف. ثم انتقل إعارة سنة 2011 إلى طلائع الجيش. لعب 14 مباراة، سجل هدف 1. وأيضا موسم 2011 إلى 2014 بيع نهائي إلى طلائع الجيش. لعب 28 مباراة، سجل هدف 1. ثم موسم 2013-2014 انتقل إعارة إلى أهلي طرابلس، ثم انتقل إلى نادي الزمالك من موسم 2014 إلى موسم 2019. لعب خلالهما 133 مباراة، سجل خلالهما 17 هدفا. ثم انتقل إلى المقاولون العرب عام 2019، ثم عاد إلى نادي الزمالك عام 2021. لعب 7 مباريات، سجل هدفا 1. بدأ مشواره مع كرة القدم في نادي البدرشين، وتنقل بين عدة أندية من الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب إلى نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر. ثم بدأت رحلته مع النجومية بعدما انتقل إلى نادي مصر المقصة، ثم انتقل إلى نادي أهلي طرابلس، ثم إلى نادي الزمالك عام 2014 إلى عام 2019. خاض مع المنتخب 4 مباريات. كانت أول مباراة في تصفيات أفريقيا 2015 ضد بوتسوانا في 15 أكتوبر 2014. بطولاته مع نادي الزمالك: حقق الدوري المصري سنة 2014-2015، 2020-2021، 2021-2022. كأس مصر 4 مرات: 2015 و2016 و2018 و2021. كأس السوبر المصري 2016، كأس الكونفدرالية 2018-2019، وكأس السوبر المصري السعودي 2018. استقر أيمن حفني لاعب الزمالك على الاعتزال بالقميص الأبيض بعدما تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء. ووجه مسؤول نادي الزمالك الشكر لأيمن حفني على الفترة الماضية بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض، ليقرر اللاعب الاعتزال كرة القدم. أيمن حفني صاحب 36 عاما تلقى أكثر من عرض بالدوري المحلي، لكن اللاعب يفضل الاعتزال بقميص الزمالك بعد حصد لقب الدوري في الموسم المنقضي.